موقف النهارده يا بنات هو اللي عصبني وانا اللي كنت هتجنن بصراحه. كنت عند اختي وعندها ابنها الصغير، مدلعاه زياده عن اللزوم، والدلع ده بيعصبني انا اساسا. ماشي، حب ابنك وكل حاجه ودلعيه بس مش للدرجه دي. اخته عايزه تاخد التليفون، المهم ان هو تليفون اخته، هو مصمم ياخده، هي مصممه تاخده وهكذا. المهم نقار يا بنتي سيبيه انا عايزاه كده، انتوا فاهمين، وانا قاعده بقى وعماله اتفرج على المنظر. معلش يا احمد سيبه لها، لا مش سايبه انا عايزه، لو ما سابتهوش هعمله لها، هكسره مش عارفه ايه. وصغير عيل عنده 4 سنين، واخته باين في اخته في ثالثه ثانوي. ماشي، اللهم صل على النبي. المهم يعني انا قاعده كده متنحه الاثنين، جيت انا متغاظه كنت همسك الواد ده من قفاه. المهم ايه، البت صممت التاخد. تتخيلوا الولد الصغير يعمل ايه؟ مسك التليفون، كان في كوبايه ميه قدامه، جه حاطط التليفون، جه حاطط التليفون في كوبايه الميه. قال لها لا انا ولا انت. البت كانت هتتجن وانا كنت هيتهبل، كان هيجي لي جلطه. انا كان نفسي امسك الواد كده وارميه من الدور العاشر. إيه يا ابني انت اتعبطت؟ ايه المشكله ان اختي كانت هاديه. ليه يا حبيبي كده؟ ليه يا احمد؟ ليه بتعمل كده؟ ده غلط. ايه انتوا فاهمين؟ متخيلين الهدوء الزائد اللي فوق الوصف. طب نشي فيه يا بنتي، طب انفخي فيه، طب اعملي كده اهو. انتوا انا ايه يا بنتي ده؟ ايه يا بنتي ده؟ ايه اللي معلش وايه اللي وليه عملتي كده؟ بس كده بس، ده انا كنت مسكته لو ابني كنت مسكته كلته وعملت فورمه كده. الا التليفون بكام دلوقتي؟ يعني فاهمين متخيلين؟ موقف الدلع ده مش في كل الاحوال حلو، والله العظيم ما في كل الاحوال حلو. الدلع حلو بس مش في كل الاحوال.